السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي في كل مكان عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. ربنا يديم الحب يا رب والمودة بينا كده ودايما مكملين مع بعض، وشكرا على لايكاتكم وتعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتدفعني وتشجعني ان انا اقوم اصور واعمل فيديوهات حلوة زيكم. هنعمل النهاردة بقى كده حاجة سهلة وبسيطة بما انها غليت. مش عارفه برضو يعني ايه سبب الغلو، الحاجه عماله تغلى بطريقه غير عاديه، مش عارفه ليه. يعني كل المدارس داخل والحاجه كلها عماله تغلى. حاجه برضو ليها علاقه بالدراسه وبنشتريها كل يوم والبيت ما بيستغناش عنه. هنعمل النهارده العيش الفينو بطريقه سهله جدا وبسيطه، ويعني الى حد ما موفره شويه. انا عندي هنا نص كيلو من الدقيق مما يعادل 4 كوبايات. تمام، عايزه تضاعفي المقادير تمام، بس لو تعملي نص المقدار وتعملي يعني يوم او يوم لا، يبقى خفيف ما يبقاش تقيل عليكي وتملي من العجين. فاهمه؟ يعني العجين يبقى كتير ممكن تملي منه. براحتك، ممكن تشتغلي على كيلو وتشتغلي من نفس المقادير، هتضاعفي المقادير اللي انا هقولها. انا عندي نص كيلو دقيق نخلته وعيرته وحطيته كده زي ما انتم شايفين. عندي هنا معلقه من الخميره كبيره نحطها كده على العجين، وعندي معلقتين من اللبن البودر. حابه تحطيه ماشي، مش حابه استغني عنه. حابه تعجني بلبن ماشي. العجينه ديت حاجه في ايدينا، احنا اللي بنشكلها وبنتحكم فيها. اسمها عجينه احنا اللي بنتشكل فيها. حابه تعجني بزبادي، بلبن رايب، اي حاجه حابه تعجني بيها اعجني بيها، مش هتقولك لا. تمام، انا قلت احط معلقتين عشان يدعم الطعم ويبقى طعمه احلى ويبقى مفيد، ما يبقاش حته ميه ودقيق وخلاص على كده. عايزه حاجه في نفس الوقت تبقى مفيده. وعندي هنا ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر. البيكنج باودر حلو جدا في العجين، زي بيشتغل زي محسن الخبز كده. يعني لو عندك محسن خبز خلاص اشتغلي بيه. هو البيكنج باودر برضو بيخلي العجينه هشه مش مكتومه، وتخلي العجينه بيضه كده نفس الخل. وعندي معلقه صغيره من الخل ومعلقتين كبار من الزيت. هقلب بس المواد الجافه. اجيب رشه الملح عشان بننساها. لا ده انا نسيت حاجات كتير، استنوا كده. ادي كده رشه الملح ومعلقتين من السكر. مش تفكروني نسيت السكر، لما جبت الملح افتكرت. ومعلقتين كده كبار من السكر، بيخلي العجينه طعمها حلو وفي نفس الوقت بيشغل معايا الخميره، مش هتبقى مسكره ولا حاجه. واقلب كله كده مع بعضه. مش حابه تحطي البيكنج باودر عادي استغني عنه، بس هو بصراحه بيبقى حلو جدا في العجين. انا هشتغل النهارده ميه عاديه خالص، ميه دافيه ما تكونش بتغلي عشان ما تقتلش معايا الخميره. ميه دافيه عادي خالص. احط بقى ايه؟ الخل. بسم الله. بس كده معلقه صغيره على معلقتين بتاع، بتنزل بالراحه فما تعملوش ان هو كتير. على معلقتين من الزيت. اقلب كده، مش شرط اغلفه ولا حاجه، انا مش بعمل قرص ولا الكلام ده، بس ايه اخليه يختفي العين. هجيب الميه واجلفه. خلاص يا حبيبي، هاجي هنا بالميه. هبتدي الاول بكوبايه من الميه. بسم الله. بس كده عشان نور بس كده ايدينا عشان نعرف ايه اللي ونعجن. زيها زي اي عجينه عاديه خالص. هي من الواضح كده ان هي هتحتاج ميه تاني، هزود لها نص كوبايه ميه كمان. بص يا حبايبي، هزود لها النص كمان. دايما يعني السائل اللي بتحطيه حطيه بالتدريج، خصوصا لو ما عندكيش دقيق زياده. تمام، يعني لو عندك ماشي، بس برضو ما تحطيش كتير عشان ما يبوظش معاكي المقدار، لان في خميره وفي بيكنج باودر عشان خاطر ما يبقاش المقدار قليل عليه. هلم كده. بسم الله. طبعا عجينه الفينو لازم تبقى عجينه طريه. اي معجنات لازم تكون عجينه طريه وتكون بتلزق حاجه بسيطه في الايد، هي بتروح بعد التخمير. بس ايه التلزيقه دي ليه؟ عشان خاطر تخلي المعجنات طريه معاكي وهشه، لكن لما تبقى العجينه يابسه كده بيطلع ناشفه معاكي. وحاجه تانية من نجاح العجين كمان الفرن، التسويه. لازم الفرن يكون على درجه حراره عاليه عشان الحاجه ما تلحقش تقعد جوه تمتص الميه اللي فيها وتنشف. هي لسه عايزه ميه تاني، نجيب لها نص كوبايه ميه كمان. يا حبايبي نص الميه، هحط بس ربعها. احتجت تاني هزود، زي ما نبهت الميه تكون دافيه بالسقع من التلاجة ولا مغليه،
عشان ما تموتش الخميره معايا. هي خلاص كده خدت كوبايتين، دي حاجه بسيطه مش هتحتاج تاني خلاص. شايفين التلزيقه بتاعت الميه دي؟ خلاص دي بقى بتبقى عايزه ايه؟ عجنه. على قد ما تقدري اعجني فيها. عندك عجان شغليه 10 دقايق عليها هتطلع زي الملبن. عندكيش عجان اشتغلي على ايدك 10 دقايق ربع ساعه معاكي ايدك والرخامه واشتغلي. بصوا انا عايزه اشتغل على الرخامه، استنى بس هعمل ايدي واجي اشتغل على الرخامه احسن. بصوا يا حبايبي انا حطيت رشه دقيق كده على الرخامه، العجينه زي ما هي اهي. اشيلها كده هلبيله. بسم الله. بصوا شكلها وحش جدا، تقول ان هي ايه؟ عمرها ما هتلم. نقول بسم الله ونبتدي نعجن فيها، نلمها بس كده. طبعا عشان ايدي فيها عجين فطبعا هتمسك فيها كده. كل ما تعجني فيها هتلاقيها بتلم معاكي تدريجي. نلم كده اهو كده. بصوا العجين ابتدى يسيب ايدي واحده واحده. ايد ماسكاها، يعني ايد ماسكه العجين من هنا كده كده، والايد بتفتح في العجين وتلم، تفتح وتلم. العجين سهل جدا، يعني جربي في حاجه قليله مش هتندمي. ايدي بصوا نظيفه، بطلت تلزق فيها بس بنفس الوقت طريه. بصوا المسامات دي كلها دي عايزه عجن. هفضل اعجن فيها بقى كده شويه حلوين محترمين. بصوا شكلها عامله ازاي، منحكشه خالص. لا هزود دقيق ولا ميه، هي كده خلاص مظبوطه. كل اللي محتاجه تتعجن. هعجن فيها بقى شويه محترمين ونرجع نشوف هنكمل تاني مع بعض. لو وصلتي هنا الفيديو متنسيش تحطي لي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. خلاص يا حبايبي كده انا فضلت اعجن فيها لحد ما بلها صاحب. بصوا بقت عامله ازاي ما شاء الله. بصوا يعني خلاص نعمت خالص كده، الملمس بتاعها ناعم، شكلها بقى تحفه. ونضفت ايدي خالص مبقاش فيها عجين، حتى مرضتش اغسلها عشان خاطر ايه؟ تشوفوها. دلوقتي هعمل ايه بقى؟ هسيبها تخمر. عجينه فيها خميره يعني لازم تخمر. حطيت هنا كده معلقتين زيت عشان خاطر ما تلزقش في البوله كده، عشان وشها ما ينشفش كده زي الفل. خلاص كده كل اللي انا هعمله هسيبها بقى تخمر. جو حار، تاخد نص ساعه معاكي، ساعه الا ربع حسب المكان اللي بتحطيه فيه. دلوقتي الجو حار فهتخمر معاكي على طول، مش هتاخد وقت، مش محتاجه تدخليها الفرن دافي ولا الكلام ده. هسيبها بقى تخمر وبعد ما تخمر نرجع نكمل تاني مع بعض ونشكل ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي. ورجعنا حبايبي بعد خدت حوالي كده ساعه الا ربع. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن. فاكرين العجينه الاول كانت عامله ازاي؟ ما شاء الله تضاعفت كده وملت البوله كده. الخميره بتاعتي شغاله وتمام وزي الفل. عندي بقى هنا ايه؟ صينيه طبق رشيت رشه دقيق. هبتدي هكور. بسم الله. بصوا العجينه تحفه ما شاء الله تبارك الرحمن. ننزل بس ايه التخمير بتاعها، ده حته من العجين كده. بصوا بقى حجم الفينو ده انت بتتحكمي فيه، عايزاه كبير عايزاه صغير. انا هعمل كوره صغيره كده، يعني ايه قد الليمونه الكبيره كده شويه كده. والله ما كانتش محتاجه دقيق بس يلا كده. وارصها عندي بالمنظر ده. حاولي توسطني ايدك بقى عشان الريحه الفينو كلها تطلع قد بعض، ما يبقاش واحد ايه مقلوص وكبير وواحد صغير، عشان السوا كمان يبقى مظبوط كده. طلعت صغيره شويه مش مهم، انا هظبط ايدي بقى على المقاس ده عشان عايزاها صغيره مش عايزاها كبيره قوي كده. تمام. عايزه تشتغلي على طول عجينه خمرانه تمام وزي الفل، عايزه تعملي زي حالتي كده انا بتهيألي كده اسهل. ليه بقى؟ بدي فرصه للعجين يرتاح اكتر وفي نفس الوقت يعني بنجز، ما افضلش اكور واحده وافرد وارجع تاني. تمام. هخلص بقيه الكميه بتاعتي هكورها كلها ونرجع نكمل مع بعض تاني. بصوا حبايبي خلاص كده ما شاء الله تبارك الرحمن انا خلصت الكميه بتاعتي. طبعا دي ابتدت تخمر تاني، دي اول حاجه انا عملتها. دي طلعت صغيره كده قلنا مش مهم. ما شاء الله عمل كميه ارغفه حلوه النص كيلو. عندي بقى هنا صاج حطيت فيه ورق زبده ودهنته دهنه زيت. ما عندكيش ورق زبده ادهني دهنه زيت وخلاص على كده. هبتدي بقى اغطيه بس عشان خاطر ما ينشفش معايا، وهاخد من اول كوره احنا عملناها نركن دي كده على جنب. بسم الله. وهو متغطي عشان خاطر ايه ما ينشفش معايا. لا هحط دقيق ولا زيت ولا اي حاجه. بصوا بقى العجينه لما بترتاح
يبقى تحفه. ممكن والله متحتاجيش نشابه كمان، واضح كده معايا. بس انا عايزه اعمله ايه بالنشابه عشان عايزه افرده كده. عايزاه يبقى رفيع لان هو هيتلف، فانا عايزاه يبقى رفيع خالص معايا. بصوا السمك ده، السمك بتاعه ده كده زي الفل. هبتدي بقى ايه الفه زي الرول كده، ده هيطلع رغيف رفيع. همسك بقى دي من هنا كده، ادخل كده عشان تقفل ما تفتحش مني في الفرن، وادخل دي كده برضو اقفل، ودي نفس النظام ادخلها كله كده كده. القفله دي تبقى تحت. بصوا بقى المنظر، صباع فين وسط. انا بصراحه بحبه صغير مش كبير، حابه تكبري اللي تفضلي كده. طبعا هسيب مسافه لانه لسه هيخمر تاني، دي حاجه خلاص حفظناها. هعمل واحده كمان معاكم وبعد كده اكمل. بصوا بسم الله، العجين لما بيريح بيبقى تحفه في الشغل. بصوا مش مستحمل اصلا النشابه كده. كده هو واضح معايا؟ تمام واضح. ادخل دي كده جوه، نفض الدقيق الزياده، ودي برضو كده. مش عارفه انا صوتي وطي ليه مره واحده كده. خلاص كده قفل، تبطيطه بسيطه مش قوي، ونص جنب اخوه. تمام، هكمل بقى بقيه الكميه ونرجع نكمل مع بعض تاني، استنوني. بصوا حبايبي خلاص كده انا خلصت ما شاء الله الكميه بتاعتي. دي الكميه اللي طلعت لي، ده عملته صغير شويه، ودي الاربع ترغيف عملتهم ايه يعني الى حد ما كبار شويه زي بتاع بره. تمام، ده بقى لازم يخمر تاني، استحاله تحطيه كده في الفرن هيطلع مكلكع معاكي وهيطلع وحش جدا. فهسيبه يخمر كده حوالي ربع ساعه. تمام، لحد ما اشغل الفرن ويسخن كويس جدا. هشغل الفرن على درجه حراره 200. تمام، الرف اللي في النص يسخن كويس قوي لمده ربع ساعه تلت ساعه لحد ما الفينو بتاعي يخمر. هدهنه بدهان بسيط وادخله الفرن، وشكرا على كده. استنوني بقى لحد ما يخمر ونرجع تاني مع بعض. بصوا حبايبي خلاص كده الفينو معايا ما شاء الله. بصوا صغير كبر ازاي، بصوا المنظر بقى عامل ازاي، والكبير شويه كده زي الفل. عندي بقى كده هنا هدهنه، عندك خيارين، معلقه شويه لبن، تمام، وتدهني الوش، او بضايه وعليها شويه لبن ونقطه خل ونقطه فانيليا. تمام، ده عشان يدي اللمعه بتاعت الفينو الحلوه، واللمعه بتاعته مش هتروح. بالراحه بقى خالص كده عشان ما نطلعش التخمير اللي احنا عملناه. تمام، وممكن ولا ده ولا ده بخة ميه وخلاص على كده شكرا. يعني معاكي اختيارات كتير، ممكن معلقه نسكافيه في شويه لبن برضو بيدي لون حلو قوي وجميل. بصوا حبايبي خلاص كده انا دهنت كله. عندي شويه سمسم كده برضو ده اختياري، بس احنا بنزود من القيمه الغذائيه بتاعته يعني عشان ما تبقاش لقمه وخلاص. طبعا عارفين السمسم والفايده بتاعته. تمام، وشويه برضو كده من حبه البركه، مش عايزه ما تحطيش، بس هو بصراحه بيدي طعم كده حلو وبيبقى غني. بصوا حبايبي خلاص كده انا خلصت الكميه بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين. اخر حاجه هعملها بخاخه تكون نظيفه مخصصاها للمطبخ. هبتدي ارش معوده مع ده كله بخه ميه. طب الميه دي لازمتها ايه؟ بتخلي العجين طري ووشه ما يشققش معاكي ولا ينشف برده مع البيض وكده. لو مش حابه تحطي بيض وتستكفي بالخطوه دي تمام شغال معاكي زي الفل. دلوقتي بقى انا ادخله دلوقتي الفرن. انا دلوقتي سخن حوالي تلت ساعه كده، بقى سخن قوي. نزلت الشبكه في الرف اللي تحت، هيقعد معايا 10 دقايق على درجه حراره 200. اول ما يطلع هوريهولكم، استنوني. بصوا حبايبي خلاص كده انا خلصت كميه الفينو بتاعتي ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا التسويه بتاعته عامله ازاي والارغفه الكبيره
ما شاء الله تبارك الرحمن. خد معايا حوالي 10 دقايق وحطيته دقيقتين تحت الشوايه. بصوا بقى الطراوه بتاعته. طبعا اول ما طلع غطيته بفوطه عشان يفضل طري. بصوا سكينه كده مشرشره بقى، ونعمل بقى سندوتشات بقى وايه ونهيص. بصوا ما شاء الله. بصوا حبايبي مستوي خالص من جوه وهش، مش عجين ولا حاجه، والليفه بتاعته طريه. دي نتيجه اللفه اللي احنا لفيناها، ما تخلوش مكتوم. اعملوا بقى سندوتشات او اي حاجه. بصوا دي النوتيلا اللي كنا عاملينها ما شاء الله خلاص هي خلصت. بصوا بقى لما اتمسكت بقت عامله ازاي. ساعه لما عملتها كانت لسه سخنه. بصوا ما شاء الله. بصوا القوام بتاعها. كلوا بقى سندوتشات بقى وعيش سخن كده وحاجه ايه تحفه جدا. اتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم ونال رضاكم. اتمنى منكم بقى دعم وشير وسبسكرايب للقناه، وتشجعوني بكلمه حلوه كده، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.